بقالنا اسبوع كده كله بيقول لك اتحرك يا شناوي من النهارده علشان تلحق الكرة اللي هتتشاط عليك. بيقول لك ان الاهلي النهارده كان بيلعب بايرن ميونخ تقريبا يعني. بيقول لك حاجات كتير قوي، بيقول لك حاجات كتير بمعنى كلمة حاجات كتير. وتعالى ناخدهم واحدة واحدة ونتكلم على الماتش كده في السريع جدا. اول حاجة، لا انا فعلا ما بلعبش بايرن ميونخ. لا انا الاداء اللي ظهرت بيه قصاد بايرن ميونخ في كاس العالم للانديه هو ده اللي انا بظهر بيه النهارده. بس الفكره انا كنت بلعب بايرن ميونخ اللي كسبان برشلونه 8-2، والنهارده انا بلعب سان داونز. سان داونز اللي في اخر 5 مباريات بلعبهم بخسر اول مباراه هنا ايام لما بيتسو موسيماني كان ماسكنا، بخسرها 1-0. بعد كده بروح هناك بخسر برضه هناك. بعد كده بروح في المباراتين بتوع السنه اللي فاتت بتعادل في ارض 2-2، وبروح هناك اخسر 5-2، وباجي النهارده بخسر 1-0. لا ما هو انا مش تبقى العقده بتاعتي سان داونز. انا سان داونز ده تاريخه كله في افريقيا، رغم ان هو محقق بطوله افريقيا ذات نفسها على الزمالك، الا انه لو جيت سالته يعتبر الانجاز بالنسبه له ان هو كسب الاهلي 5 في مباراتين. ده الحدث ده رج الدنيا عندهم اكتر من ان هم فازوا ببطوله افريقيا. مش طبيعي، مش طبيعي اللي بيحصل. انا كولر قال ان هو جاهز وان هو فهم الدنيا. لا انا ما فهمتهاش دفاعيا، وما فهمتش ان انا اقف بس احاول اقفل الدنيا دفاعيا، واول ما الكره تبقى معايا ما اعرفش ان انا العب، ما اعرفش ان انا امرر اي كره لقدام. مش كل كره هتبقى مع الشناوي يلعبها جوه الصن داونز. مش معقوله ابقى انا الاهلي ومش عارف امرر تمريرتين بس على بعض. ديت حاجه مش معقوله، ومش مش مفهومه اساسا. زائد موضوع ان انا دايما دلوقتي الكولر كان اللي بيميزه السنه اللي فاتت كل ماتش كان بياخده الماتش ده بالماتش بتاعه، البطوله ديت بالبطوله بتاعتها، مفيش تفكير في اي حاجه تاني، مش مشتت نفسي. البطوله ديت والموسم دوت بيفكر وهو بيلعب في ماتش سيمبا اللي فات، هو بيفكر في ماتش سان داونز، وكان هيخرج من ماتش سيمبا، كان هيخرج من البطوله كلها. النهارده في ماتش سان داونز هو بيفكر في العوده، وكنا ممكن نخسر النهارده فرق اكتر من 1-0. انت لو خسرت 2 او 3 انت هتبقى واثق ان انت هنا هتكسب سان داونز 4-0 ولا 3-0، ومتاكد ان هم مش هيسجلوا فيك اي هدف. لا انت بتلعب مع فرقه كبيره، فرقه كبيره بتحترمها، بس انت كمان فرقه كبيره، فرقه كبيره بتحترمها، بس تنزل هناك وتثبت نفسك وتقول ان انا الاهلي. انا الاهلي اللي رحت لعبت الفرقه ديت ايام فايلر وعملت عليها ماتش كبير وكنت هكسبها، بس تعادلت معاها وطلعتها من البطوله. وهقول ان انا برضو ببيتسو موسيماني برضو عملت ماتش كبير هناك وطلعتها من وسط ارضها برضو. انا اللي البطوله اللي فاتت خسرت بس كملت في البطوله وخدتها في الاخر. لا ما هو انا الاهلي. لا ما هو ال11 نجمه اللي هم بتوع بطوله دوري ابطال افريقيا هم مش جايين كده وخلاص. الارقام وكل حاجه خاصه بينا هي مش جايه كده وخلاص. انت مش شعارات او مثلا مساله ان انت بتتغر او بتتعالى على الفرق التانية. مش طبيعي اللي بيحصل دوت. ومش طبيعي موضوع ان حارس مرمى يكون بحجم محمد الشناوي اللي ياما الواحد اتكلم عنه وياما الواحد شكر فيه وياما الواحد اداله حقه لسه من كام يوم ايام ماتش مصر والجزائر كنا بنتكلم عنه كويس جدا. مش طبيعي ان يبقى عنده حاجه زي ديت ملازماه في كل المباريات وهي الشوط عليه من بعيد. مش طبيعي اللي بيحصل. فكرة ان النهاردة الماتش كله كولر عمال تفكيره في ماتش العودة، فما بينزلش لعيبة، منزل طاهر، منزل موديست، منزل اكرم، ناس هو مش هيعتمد عليهم في ماتش العودة، ومريح اللعيبة التانية بره. كل تفكيري في ماتش بره، كل تفكيري في ماتش بره اللي هو الماتش بتاع العودة. لا ده مش طبيعي، ده مش طبيعي وما ينفعش. وما ينفعش ان انا ابقى قاعد في الدقيقه 60 الاقي الاحصائيه نزلت على الشاشه ان الاهلي مسدد تسديده واحده بس على سان داونز، وسان داونز مسدد 9 تسديدات علينا، وفي نهايه المباراه مش عارف هم 11 واحنا 2 مالهمش اي لازمه. هدايا مجانيه عمالين نديها لدفاع لهجوم سان داونز، وانت كل ما الكره بتجيلك ولا بتعمل اي حاجه. الضغط بتاعك اللي المفروض تقوم بيه على دفاع سان داونز عملته في اول بس دقيقتين 3 من المباراه، وباقي المباراه انت واقف عند نص الملعب ما بتتقدمش ما بتعملش اي حاجه. مع ان هم اصلا المشاكل اللي عندهم واللي انت تقدر تقطع الكره من عندهم دفاعيا. وما ينفعش ابقى انا فريق بحجم الاهلي ما عنديش مدافعين اقوياء. محمد عبد المنعم مدافع قوي ومدافع لعيب كوره، انما دايما المدافع اللي جنبه ما يبقاش هو المدافع اللي ينفع ان انت تقول عليه مدافع للنادي الاهلي او مدافعين النادي الاهلي اقوياء. النهارده بيرستاو انا مستني على ايه البيرستاو اكتر من كده؟ وتحديدا في الشوط الاولاني مفيش قانون معين بيقول ان التبديلات تبقى في الدقيقه 60 ولا 70. وانا هنا مش بتدخل في شغل مدير فني قد ما بقول ان احنا في اوقات فيها انا ببقى محتاج ان انا ابدل. مانويل جوزيكو لما يبقى محتاج ان هو يبدل في الدقيقه 40 في الدقيقه 50 بين الشوطين كنت بتلاقيه بيبدل على طول علشان يغير من الفريق.
كولر الدقيقه 50 الدقيقه 60 الدقيقه 70 خسران واحد كسبان واحد كسبان اتنين خسران اتنين، ما بيبدلش الا في توقيتات معينه. لا، ما هو انا محتاج ان الفرقه يحصل فيها دم جديد، محتاج ان الفرقه دي يحصل فيها تغيير. انا فاضل ثابت على اللعيبه ديت لمده 60 دقيقه ما عملوش اي حاجه، لازم استنى 70 علشان ابدل؟ مش طبيعي اللي بيحصل دوت، مش طبيعي. النهارده محمد هاني بيتلعب عليه احلى كوره ممكن تتلعب، ومتفرهد، وبيرستاو ما بيراجعش يدافع معاه. لازم يبقى في حل للحته ديت. فضلت طول المباراه ما بحلش. مروان عطيه فاقد تركيزه، وقالوا ان كولر اتكلم معاه، ومروان اتكلم مع كولر وقال له ان هو عايز يرجع تاني يشارك، فقال له ان انت مش مركز الفتره ديت، فعشان كده كوكا بيلعب مكانك. مروان النهارده فاقد التركيز بتاعه. مش طبيعي اللي بيحصل، مش طبيعي. وانت الماتش الجاي ده، انت نفترض يعني لا قدر الله دخل فيك هدف في اول مثلا دقيقتين ثلاثه، انت بقيت مطالب ان انت تسجل ثلاثه في سان داونز وما تستقبلش اي اهداف تاني. احنا محتاجين نراجع حساباتنا تاني، ومحتاجين ان بطوله زي ديت ان انت تاخدها وتوصل النهائي بتاعها، ده الطبيعي بتاعك. وما ينفعش ان سان داونز يخرج من البطوله ديت، ومن الاخر سان داونز هيبقى عقده ليك. ده اللي عندي على ماتش الاهلي، مش هزود حاجه اكتر من كده. عايز اسمع رايكم انتوا تحت، دوت رايكم هيبقى مهم جدا، وبجهز ان انا اتناقش مع اي حد عايز يقول اي حاجه، ونتناقش في الكلام الخاص بالمباراه.